السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنشرح ماده الجافا. ماده بسيطه ما فيهاش تعقيدات، والمحاضره اصلا الاولى ما فيهاش اي تعقيدات. احنا ان شاء الله هنبتدي دلوقتي بالمحاضره الاولى. انتوا عارفين الحاجات البسيطه اصلا اللي في المحاضره الاولى، اللي هي يطبع على الورلود، الحاجات البسيطه دي ان شاء الله تكون بسيطه عليكم كمان. بس حابب ان انا انوه قبل ما ابتدي شرح ان انا مش هركز على النظري قد ما هركز على العملي. النظري ممكن ترجعوا له من المحاضرات، برضو النظري انا هشرحه بس مش هشرحه تفصيل ممل، يعني هعدي عليه على السريع كده، مش هياخد معانا دقيقتين تلاتة. فبرضو الافضل انكم ترجعوا له برضو من المحاضرة، وان شاء الله يعني يكون بسيط عليكم، لان كده كده كله عبارة عن كلام حفظ، مش اي حاجة فاهم. ويلا نبتدي. دلوقتي طبعا اول حاجة خالص لما تخش في دماغي، انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ دلوقتي عايز ان انا اكتب كود جافا عادي جدا. عشان اكتب كود جافا محتاج يكون الجافا متسطبة عندي على الجهاز، محتاج يكون عندي برنامج اشغل عليه الجافا، او ان انا يعني اكتب فيه الكود بتاع الجافا، ان هو يستقبل مني الكود. البرنامج طبعا كلنا عارفينه، الفيس كود. واكيد عندكم، على اي واحد بيتفرج على الفيديو ده اكيد فيس كود عنده على الجهاز. تمام. عندك الرابط اهو بتاع الفيجوال ستوديو كود. بتعمل داونلود وبتسطبه عادي زي اي جهاز. انا طبعا عندي فمش هسطبه تاني. تمام تمام. تاني حاجه واهم حاجه عندنا دلوقتي، انا عايز اشتغل على لغه ايه؟ الجافا. كل لغه ولما اجي اشتغل عليها لازم يكون عندي التعريفات بتاعتها. قول لي ازاي؟ هقول لك زي فاكرين السي في سنه اولى، والسي بلس بلس اللي اخدناها الترم الاول برضو، والبايثون كذلك برضو اللي اخدناها في الترم الاول سنه اولى. برضو كان كل دولت كنا منزل لهم ايه؟ كنا منزل لهم تعريفات. لازم الجهاز يكون متعرف على اللغة اللي انت بتكتبها. ما ينفع الجهاز مش هيفهم لوحده ان دي لغة كذا، لازم انت تكون مفهمه. تمام، وننزل له التعريفات بتاعت اللغة، بحيث ان هو اول ما يشوف يعرف ان دي لغة كذا. تمام. او يعرف يعني يرن لك الكود باختصار. تمام. فبالتالي في رابط اصلا هسيبه لكم في الوصف. انت اول ما هتخشوا على الرابط هيظهر معاكم بالشكل ده. اللي عايز يتاكد الجافا نازله عنده ولا لا، يفتح السي ام دي اهو، يفتحوا التشغيل كمسؤول. تمام. وهتكتب الكود ده جافا. تمام. تضغط انتر. لو طلع لك الكلام ده يبقى انت كده عندك الجافا متثبته. لو طلع لك حاجه غير كده يبقى الجافا عندك مش متثبته. تمام. هتنزلوا تحت كده شويه هتلاقوا هنا اهو التعريفات كلها. طبعا ما تختاروش لينكس، اختاروا ويندوز. تمام. واحسن لكم تنزلوا الزد اي بي اللي هي اول واحده. عايزين تنزلوا الاي اكس اي براحتكم، بس الاحسن الزد اي بي. خلينا كده ننزلها معاكم مع بعض. بعد ما نزلت يا شباب هيبقى معاكم طبعا معمول بالشكل ده. هتيجوا في الفايل بقى اللي انتوا عايزينه، سواء عايزين تنزلوه في السي، عايزين تنزلوه في الدي، براحتكم خالص. افضل لكم انكم تنزلوه في الدي، لان السي بيبقى بتاع الجهاز، فيعني الافضل انكم تنزلوه في الدي. تمام تمام. دلوقتي اهو عندنا الدي زي الفل. هتعمل فايل جديد. الفايل طبعا انا مسميه جافا، فمش هينفع ان انا اسميه بنفس الاسم، بالتالي هيظهر معايا مشكله. فانا هسميه مثلا اكزامبل، انت سميه جافا افضل، او سميه اي اسم براحتك اللي انت عايزه. ماشي ماشي، انا ما كملتوش مش مشكله. بص، خش على الفايل ده، هتدخل فيه الجي دي كي بتاع الجافا، وهتعمل له اكستراكت هير. عمل له اكستراكت هير. تمام. خش على دي، هتاخد الباث بتاع البن. تمام. اهو فين نسخ كمسار. هتيجي تقف كده على البن، وهتيجي تضغط كليك يمين، وبعد كده نسخ كمسار. بعد ما تعملوا نسخ كمسار احنا خلاص كده كده مش محتاجين الصفحه دي. تمام؟ ومش محتاجين الصفحه دي برضو. هتخش على الانفايرمنت فاريبل
اللي موجودة عندك على الجهاز. طبعا بالنسبة لويندوز 11 انا هشرح لكم عليه أهو. بالنسبة لويندوز 10 طريقة التثبيت بالظبط على الجهاز موجودة عندك في المحاضرة، تقدر ترجع المحاضرة برغم ان هي نفس الخطوات، بس الفرق ان انت توصل للانفايرمنت فاريبل في الاعدادات عندك. ندخل على الاعدادات. ندخل على النظام، ننزل تحت خالص، نعمل حولة أهو اعدادات النظام المتقدمة. بعد كده متغيرات البيئة اللي هي environment variables. هتخش على الباث هنا اهو، انا حطيتها قبل كده. تعمل جديد، كنترول في، وانتر، وموافق موافق. كده هتبقى ثبت الجافا عندك على الجهاز. والافضل برضو، الافضل تمام، انك تحطها في الباث اللي تحت كده اللي هي متغيرات النظام عموما. تعمل جديد برضو وتحط كنترول في الباث بتاع البن. وخلي بالكوا الباث بتاع البن مش الباث بتاع اي حاجة تاني، لان لو اي حاجة تاني مش هتمشي معاكم. والافضل طبعا بعد التثبيت الجي دي كي وتعريفه على الجهاز، لانك تراستر الجهاز، ده افضل شيء يعني. تمام تمام، خلصنا من اول جزئيه، جزئيه الايه، تثبيت الفيجوال ستوديو كود، وتثبيت الجي دي كي بتاع الجافا اللي هي تعريفات الجافا وتعريفها على الجهاز. ندخل على الجزء الثاني، الاكستنشنز اللي انت لازم تنزلها على الفي اس كود بحيث ان هو يشتغل او يكون جاهز جدا ان هو يستقبل منك كود الجافا. تخش على الفي اس كود، تخش على الاكستنشنز. تمام، اهو عندك debugging for Java، extension back for Java. بص انت بكل بساطه اصلا هتيجي تدخل تكتب في السيرش جافا. تمام، بسيطه جدا. اي حاجه عليها علامه فيريفاي ان هي اصليه من مايكروسوفت تبع الجافا ننزلها. تمام، يعني انت عندك اهو واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه كمان. تمام، خلصنا الاكستنشنز كده. الفي اس كود جاهز 100% ان هو يستقبل منك اي كود جافا. تمام تمام. لكتشر 1. تمام، دلوقتي لكتشر 1 زي ما قلت لكم ان احنا مش هنركز قوي في حته النظري قد ما هنركز في العملي، لان معظم الناس اصلا عندها مشكله اكيد في العملي مش في النظري. النظري عباره كله عن حفظ، ما فيش طريقه ان انت تفهمه غير الحفظ. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. كده هبتدي معاكم في اول حاجه نظري، ان بيقول لك هنا مختصر مفيد للصفحه كده كلها، ان هو هنا بيقول لك ان الجافا اتعملت سنه 1995، وكانت عن طريق شركه اسمها اوراكل. وان هي الجافا في 3 بليون جهاز بيستخدم الجافا على مستوى العالم. وبيستخدموه في ايه؟ عندك موبايل ابلكيشن، ديسكتوب ابلكيشن، ويب ابلكيشن، و الى اخره عشان ما اطولش. تمام، عندك هنا ان بيفهمك برضو ايه هي البلاتفورمز اللي بتستخدم الجافا، ويندوز، ماك، لينكس، الى اخره. تمام، اللي هو برضو ان الجافا هنا popular programming language، اللي هي يعني اشهر حاجة على العالم يعني. ان هي مطلوبة في سوق العمل. تمام، هو easy to learn and simple to use، اللي هو سهل ان هي تت- تتدرس يعني، وسهل ان هي تستخدم. وهي اوبن سورس ودي حاجه جميله جدا، اللي هي سكيور وفاست وباورفول. تمام، عندك هنا ان هي بتدعم كتير قوي من الكوميونتي، يعني بتدعم كوميونيتيز كتير. تمام، هو اصلا كاتب لك اهوت tens of millions of developers. تمام، object oriented اللي هو الاو او بي. بس شويه كلام كده برضو يبقوا ركزوا فيه او رجعوا له في المحاضره يعني. كل ده برضو شوية كلام، انا مش عايز اركز برضو هو بيشرح لك بس الجافا ازاي بتشتغل والحاجات دي كلها هنشرحها لما نخش على العملي. وجايب لك الروابط اللي انا اتكلمت عنها كلها، وطريقة اهي طريقة الاضافة بتاعت ال environment variables. بعد كده بقى
هيخش لك على الفي اس كود. تمام، والاكستنشنز اللي انا قلت لكم عليها ثبتوها. تمام. بعد كده بقى هنبتدي نخش للجافا ابلكيشنز، او طريقه كتابه الكود بالنسبه للجافا. بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب كده. دلوقتي انا اصلا فتحت اوريدي، كنت فاتح اصلا فولدر مسميه ليكتشر 1. عايز تعمله كده برضو وتحطه عندك على الجهاز، يبقى نظام اكتر من ناحيه انك لو تقدر ترجع له في اي وقت لو انت نسيت حاجه ولا عايز تراجع على حاجه قبل الميد او قبل الفاينل. تمام. فتحت الفولدر في الفي اس كود. تيجي تفتح نيو فايل. فلنسميه مثلا exam example 1 مثلا دوت جافا طبعا، وانتر. اه، لاحظت ايه اللي حصل لي؟ اول ما انت ما كتبت example 1 دوت جافا وضغطت على انتر، فتح لك الصفحه بتاعت الكود، وفي نفس الوقت ايه اللي حصل؟ حط لك فيها بدايه. البدايه دي لازم تكون محطوطه في اي فايل هتفتحه. تمام. تمام. بيبقى ماشي اسم الفايل كالتالي: public class، لان اصلا كده كده الجافا عندك عباره عن كلاس، كلها كلاسز، كلها كلاسز. كل الاكواد اللي انت هتكتبها من اول كده ليكتشر 1 لحد اخر ليكتشر ان شاء الله هتكتبها داخل الكلاس. تمام. دلوقتي عندك هنا مكتوب public class example 1. لاحظت ايه؟ لاحظت ان نفس اسم الفايل، نفس اسم الفايل. معنى كده ايه؟ ان لازم يكون البداية بتاعت كود الجافا public class واسم الفايل. ده شرط اساسي عشان الكود يعرف يشتغل معاك، لان انا وقعت في نفس غلطتك وغيرت الاسم وقلت اما اجرب ايه اللي هيحصل، ظهر معايا ايرور والكود مرضاش يرن ابدا. فانت علشان خاطر الكود يرن وما يحصلش معاك اي مشاكل، محتاج انك تكتب public class واكزامبل 1، او على حسب بقى اسم الفايل بتاعك. كده خلصنا ونبدأ نكتب الكود؟ لا، اقول لك قبل ما تكتب السنتكس محتاج انك تعمل حاجة معينة. بسم الله الرحمن الرحيم كده. اول حاجة عايز اقولها لكم على السريع بس مش هتطول معانا. ازاي تقدر تكتب كومنت او فايل داخل الفايل بتاع الجافا؟ عندك طريقتين: يا اما سلاش سلاش وتبدا تكتب اي كومنت انت عايزه، يا اما سلاش ضرب وهيفتح لك لوحده علامه الضرب التانية. لو ما فتحلكش لوحده يبقى انت عرفت او السنتكس بتاعها ايه. سلاش علامه الضرب، بعد كده علامه الضرب سلاش. دي طريقتين تكتب بيهم كومنت في الجافا. ده كده بسم الله الرحمن الرحيم حاجات بسيطه. فانت عندك الطريقتين دولت تقدر تعمل بيهم كومنت في الجافا. خلصنا. خلصنا. وده جزء من المحاضرة أساسا، بس أنا قلت أقوله لكم دلوقتي في البداية كده عشان أصلا بسيطة ومش هتاخد معانا وقت. تمام. تمام. نرجع لموضوعنا. أول ما أنت فتحت الفايل لقيت إيه اللي حصل؟ public class واسم الفايل. وأنا قلت لك ده شرط أساسي إنك تعمل كود جافا. لازم تعمل في البداية كده، بجانب طبعا سطر تاني برضو أنا هقوله لكم. تمام. دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. تقول لي احنا كده خلاص مستعدين نكتب السنتكس؟ هقول لك لا، مش مستعدين نكتب السنتكس، لان قبل ما تكتب السنتكس غير الموضوع الاساسي ده اللي انا قلت لكم عليه، في حاجه اساسيه تانية. بعد كده بتكتب السنتكس بتاعك براحتك. زي ايه؟ عندك تمام بتكتب public او public static void main string. كلمه طويله عريضه كده اصلا الفي اس كود بيزودها لك مع نفسه او بيساعدك فيها. اول ما تكتب بيو هتلاقيه ظهرت لك. انتر. وهي دي الكلمه. الكلمة دي اسمها ايه بقى؟ او الكود ده كله كده اسمه ايه؟ ده اسمه
مين ميثود. تمام، مين ميثود، وهي دي اللي بتكتب جواها السنتكس اللي انت عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم. انت عندك كده دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ عايزين نطبع كلمة هالو وورلد. نعمل كومنت كده، عايزك تعمل لي برنت لكلمة اسمها هالو وورلد. تمام، تمام جدا. خلينا نعملها كده بس شوية تظبيطات ملهاش لازمة أصلا التظبيطات دي، بس ماشي. خلينا ناخدها كوبي عشان لما أكتبها دلوقتي في الكود. أنا عايزك دلوقتي تعمل لي كود يطبع هالو وورلد. ده بداية أي لغة برمجة، وبعد كده بنضيف التفاصيل بقى اللي انتوا عارفينها. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان تطبع أي كلمة داخل لغة الجافا تتبع السنتكس التالي: system dot out dot print. system dot out dot print. تمام يا شباب. علشان تطبع اي حاجه في لغه الجافا بيبقى عندك السنتكس كالتالي: system dot out dot print. تمام يا شباب، تمام. عايزك تطبع كلمه ايه؟ هالو وورلد. احنا كده كده واخدينها كوبي، فهنحطها هنا بس. وده اول سنتكس بتاخده في اي لغه برمجه. تاني حاجه عندنا هنا، تمام، شويه تفاصيل كده. هنخش ان احنا هنا خلصنا طبعا الموضوع ده. عرفتكم ان ديت النيم بتاع الفايل، وعرفتكم ان ده كله اسمه المين ميثود، و... والحاجات دي كده كده كلنا عارفينها. ده البادي اللي هو السنتكس بتاع الكود. تمام، بس. واهو ده ازاي تحط كومنت في الجافا. انا شرحتها لكم، عندكم طريقتين: سلاش او بالطريقه دي. الموضوع لغايه دلوقتي ان شاء الله ما يبقاش فيه اي مشكله. اهو برضو هنا كاتب print line، وفوق كان كاتب لك print، وهما الاتنين بيعملوا نفس الوظيفه، مفيش اي فرق. تمام، تمام. الشبكه طبعا ديت، بصوا يبقى بصوا عليها برضو. انا بصراحه ما اعرفش، ما عنديش فكره هل هيجي منها اسئله ولا لا، بس يبقوا ارجعوا لها للمحاضره ويبقوا بصوا عليها كده هيعرفوا ايه هي البريميتيف، ايه هي النون بريميتيف، ايه هي النوميريك، ايه هي النون نوميريك. وبصوا كده عليها وراجعوا عليها مع بعض. تمام، تمام. عندك البريميتيف داتا تايبس. البريميتيف داتا تايبس دي عبارة عن ايه؟ هو هنا بيعرفك البايت السايز بتاعه قد ايه، والتعريف بالديسكريبشن بتاعه. عندك الشورت بتاع السايز بتاعه قد ايه والتعريف بتاعه. تمام، وهكذا بقى لغاية الاخر: الانتجر واللونج فلوت دبل بوليان كاركتر. انتوا عارفين طبعا ان البايت نمبرز فروم، يعني البايت دوت من سالب 128 لغاية 127. والشرط عندك بيحفظ ستورز أرقام من سالب 32768 لغاية 32767. لاحظتوا إيه؟ لاحظتوا إن فيه بيبقى ناقص واحد. تمام، بس كده. يعني احفظ رقم واحد، احفظ مثلا سالب 128 لغاية كام؟ لغاية 127. شيل السالب ونقص واحد، شيل السالب ونقص واحد، نفس الكلام. وهنا هتلاقي نفس الكلام برضه: هتشيل السالب ونقص واحد. تمام. عندك الانتجر، طبعا انتوا عارفين الانتجر بندخل ارقام صحيحه. تمام. عندك اللونج، نفس الكلام برضه، رقم ما يتقرأش اصلا. تمام. عندك الفلوت، ده بيبقى من 6 ل7 ارقام بعد العلامه، بيبين لك من 6 ل7 ارقام بعد العلامه. الفلوت ده بيحفظ ارقام الكسر، يعني 7.5، 5.5، 6.5، وهكذا. وفي معظم الوقت اصلا هتلاقي نفسك بتستخدم انتجر بس، لا هتستخدم بايت ولا شورت ولا لونج.
لغايه دلوقتي كل الحاجات المستعمله انتجر، فلوت، دبل، بوليان، وكاركتر. تمام. عندك الفلوت طبعا قلنا زي ما قلت من 6 ل 7 ارقام بعد العلامه. تمام. عندك الدبل. الدبل نفس الكلام، بس بيبقى 15 رقم من بعد العلامه. نفس الفلوت بس بيبين 15 رقم بعد العلامه، طبعا بعيدا عن السايز، والسايز ده يبقى عرفوه برضو. عندك البوليان. البوليان ده اللي بيرجع لك ترو او فولس بس. عندك الكاركتر، ده اللي بيدخل لك بقى الليترز والكاركتر، زي مثلا A B C، او مثلا محمد، عبد الرحمن، اسامه، اي حاجه من الاسامي اسمك، الاسم الاول، الاسم الثاني، الحاجات دي كلها. وهنا برضه شارح لك نفس الكلام، وبيقول لك زي ما انا ما قلت لك ان هو السترينج والانتجر والفلوت والكاركتر والبوليان هم الاهم حاجه هتستخدمها في لغه البرمجه دي يعني. سترينج، ايه الفرق ما بين السترينج والكاركتر؟ ودي حاجه مهمه جدا، بيلخبط فيها في الامتحان، بيتلخبط فيها في الامتحان. عندك السترينج ده اللي معروف قوي يعني، ان هو بياخد التكست، ولما تحط جواه تكست بتحطهم جوه دبل كوتيشن. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا كده نخش على الفي اس كود. عندك مثلا كلمة هالو وورلد. هالو وورلد دي ايه؟ دي string. هتقولي طب عرفت منين؟ بعيدا عن ان هي اكتر من حرف، في حاجة تانية، الفرق ما بين الكاركتر والسترينج. الكاركتر لما بتيجي تعرفه، يعني مثلا وليكن مثلا هنحط هنا تاني سيستم دوت، فين سيستم دوت اوت دوت برنت لاين. تمام. نحط سنجل كوتيشن. هتعمل ايه؟ ايه مثلا كده هيطبع لك ايه دوت، اسمه كاركتر. كاركتر. قول لي، انا هسألك بس سؤال، ايه الفرق ما بين الكاركتر والسترنج؟ هتلاقي دوت فيه سنجل كوتيشن، ودوت فيه دبل كوتيشن. ده اول فرق. هتلاقي ان ده حرف واحد، وهتلاقي ان ده اكتر من حرف. ده تاني فرق. ودولت هما الفرقين الوحيدين اصلا على ما اظن، يعني ان شاء الله ما يكونش في اي فروقات تانية. هي دي كل الفروقات المهمة عندك. تمام. تمام. كده عرفنا الفرق ما بين السترينج، وعرفنا الفرق ما بين الكاركتر. عندك الفلوت، زي ما انا ما قلت لك، الفلوت اللي هو ارقام بيبين لك من 6 ل7 ارقام بعد العلامة العشرية. تمام. عندك الدبل اللي هو، بس هو مش كاتبه هنا، معنى كده ان هو يعني مش مهم قوي، بس لازم تكونوا عارفينه. الدبل اللي هو بيظهر لك 16 او 15 رقم بعد العلامه. عندك البوليان اللي هو بيرجع لك ترو وفولس. تمام. تمام. تعالى بقى نعمل مع بعض الفاريبل ده. دلوقتي هنفتح فايل تاني عشان ما نخبطكمش، ديت الطباعه عادي خالص. هنسميه example 2.java. عمل لك الكلاس اكزام. انت اصلا اول، بص، اول ما تغير في اسم الكلاس، بص ركزوا، عمل ايه؟ غيرها في اسم الفايل. فعشان بس اقول لكم ان الجافا لازم يكون اسم الكلاس بنفس اسم الفايل. دلوقتي انا عايزك، او احنا هنعمل مع بعض متغير variable هنسجل فيه مثلا وليكن اي اسم. انا عايزك تعمل variable تسجل فيه اسم، وتطلع لي الاوتبوت بتاع الفاريبل ده. يعني ايه؟ هتفهم دلوقتي معايا، بما انكم اوكي كده اول مره الحاجات دي، فهتفهم دلوقتي معايا. انا مثلا عايزك تسجل اسم وليكن احمد. تمام. عايزك تسجل مثلا اسم اهو احمد، جوه variable او متغير اسمه مثلا name، وعايزك تعمل لي print
لايه بقى؟ عايزك تعمل لي برنت للنيم ده. هنعملها ازاي؟ الموضوع بسيط جدا اصلا، واحنا واخدينه في كذا لغه قبل كده. بس تعالى نيجي نعملها بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض. دلوقتي انا قلت لك عايز تعمل فاريبل جواه اسمه نيم، جواه الاسم المتخزن. تمام. دلوقتي اسم احمد ده سترينج ولا كاركتر ولا بولين ولا فلوت ولا انتجر ولا ايه بالظبط؟ الله ينور، سترينج. ما ينفعش، احنا قلنا ما ينفعش يبقى كاركتر. الناس اللي قالت كاركتر، الكاركتر بيبقى عبارة عن حرف واحد، ايه بس او بي بس سي بس دي بس وهكذا. هنكتب سترينج، وخلي بالكم ما تنسوش ان الاس كابيتال في السترينج قلنا هيكون اسمه نيم، هيبقى ايكوال احمد. وما تنسوش القفله اللي هي فاصله منقوطه. بصوا، وقعتكم أنا. في غلطه هنا. ايه هي الغلطه؟ وهو اصلا عامل لك ايرور هنا ليه؟ علشان انت مش حاطط الدبل كوتيشن. المفروض تحط الدبل كوتيشن لان ده سترينج. تمام. ولما تعرف كده كده اي اسم او اي حاجه انت عايز تكتبها لازم تحطها جوه الدبل كوتيشن. تمام. هننزل لتحت. انا قلت لك عايز تعمل متغير اسمه نيم، هتسجل جواه اسم احمد. تمام. وهتعمل له برنت. قلنا نعمل برنت ازاي؟ system system dot out system dot out dot print line او print بس مش هتفرق. تمام. والقوسين بتوعنا والقفله بتاعتنا هتدخل جواه ايه قوسين؟ هتعمل دبل كوتيشن وتكتب جواه نيم. غلط. طب هتعمل سنجل كوتيشن وتكتب جواه نيم. غلط. طب هتعمل جواها فاريبل تاني. غلط. هتعمل ايه؟ هتستدعي الفاريبل اللي اسمه نيم جوه البرنت. تمام. والطريقه دي هتتعمل ازاي؟ لما تستدعي فاريبل مش محتاج تحطه جوه دبل كوتيشن او سنجل كوتيشن. لما تستدعي فاريبل هتاخد نيم بس كده. تمام يا شباب كده زي الفل. دلوقتي ظهر معاك ايرور. الايرور فين؟ الايرور فين؟ الايرور فين؟ نرجع بقى للموضوع اللي انا قلت لكم عليه، ان لازم قبل ما تكتب الكود تكتب المين ميثود، وهي دي اللي عملت معانا هنا الايرور. فهنكتب طبعا المين ميثود اللي هي public static void main والكلام اللي بيحصل ده. وهناخد دي جوه بس كده. خلينا هنا كده. كده مفيش اي ايرور ظهر معاك زي ما انت شايف. كده احنا عملنا ايه؟ عملنا variable باسم name، نوعه string، دخلنا جواه احمد او نيم احمد. تمام. وعملنا له برنت. طب عايز اتاكد ان الكود شغال عدل، بسيط، ران كود زي الفل. دي طريقه السنتكس بتاعت كتابه الفاريبلز. عايزين ندخل مثل تاني كده. دلوقتي انا عايز اعمل فاريبل ادخل فيه رقم 15 ويبقى اسمه ماي نمبر مثلا، ماي نمبر واحد. وعايزين نعمل فاريبل تاني نسجل فيه مثلا رقم 16 وليكن. نعمل فاريبل تاني رقم 16 مثلا ونسميه ماي نمبر 2، او نسميه مثلا تمام ماي نمبر 2. انا هوصل لكم الفكره بطريقه مباشره حبتين. كل واحد بعده اطبعه، يعني انا هعمل الفاريبل ده
بعد كده اطبعه، واعمل الفاريبل ده بعد كده اطبعه. خلينا نكتشف ايه المشكله اللي هتظهر معاك، او انا عايز اوصل لك ايه. تمام. تمام، هنعمل الفاريبل طبعا 15، فبالتالي نوع ايه؟ نوع انتجر. بعد كده هتدخل زي ما قلت لك اسم الفاريبل هو my number. my number واحد، لان تبقى كابيتال عشان انت بتفرق ما بين يعني ما بين كل كلمة والتانية لازم أول حرف فيهم يبقى كابيتال. يعني مثلا example for example، example for example. تمام، لازم تبقى الاي الأولانية سمول عادي أول حرف. تمام، for الاف كابيتال، example التانية الاي كابيتال. تمام، مثلا my number 1 زي ما انا قلت لكم my number 1. تمام، equal 15. فكك من العلامة الصفرا دي، مش مشكلتها دلوقتي. طالما مش حمراء يبقى مفيش أي ايرور. تمام، ننزل تحت عايزين نطبعها، هنكتب ايه؟ system dot out dot println، وتكتب جواه اسم الفاريبل اللي هو my number واحد، ونعمل run. ظهر معانا احمد وظهر معانا 15. حلو قوي. انا بس عايز افرق لكم ما بين المثل الاولاني والمثل التاني، فهنعمل هنا طباعة بسيطة كده system dot out dot println، ونعمل فاصلة. ده شغال زي الفل، ايوه كده شغال زي الفل. تمام، انا كده عملت زوم للفيس كود عشان تكونوا شايفين عدل. تمام، دلوقتي شباب احنا خلصنا وطبعنا 15، مشيت معانا زي الفل. بس في مشكلة، ان القيمة دي مش ثابتة. هتقول لي طب دلوقتي انا لو عايز اعمل قيمة ثابتة اعملها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تنزل سطر جديد هنجربها طبعا على رقم 16، وهي دي الفكرة اللي انا عايزة اوصلها لكم. تمام، هنسمي الفاريبل بتاعنا هو طبعا integer، وهنسميه my number 2 equal 16. عايزه يكون ثابت. دلوقتي انت عايز يكون القيمة دي ثابتة ما تتغيرش، استحالة تتغير. هتكتب ايه قبليها؟ بكل بساطة كلمة بسيطة جدا، كلمة قد كده اصلا، فاينل. طبعا الكود هيرن معاك عادي اهو 15 16. تمام، والقيمة دي هتبقى فاينل خلاص، دي قيمة نهائية. انت كده معرف الكود ان دي قيمة نهائية مش هيتغير فيها اي حاجة. تمام. تمام، فتحنا فايل جديد سميناه example 3 عشان ده برنامج. البرنامج بيتكلم عن ايه؟ عايزك تدخل رقم انتجر ورقم فلوت وحرف وترو اور فولس واسمك بقى اي حاجه. تمام، اول حاجه عايزين نعملها عايزين نعمل فاريبل جوه الرقم، طبعا نوع انتجر زي ما انا ما كتبت فوق اهو. عايزين نعمل فاريبل نوع انتجر جواه رقم. تمام، انتجر number equal مثلا 15. تمام، الطلب التاني عايزين نعمل فلوت نمبر، وطبعا كل ده في الاخر يتعمل له برنت، يعني كل ده في الاخر يتعمل له برنت. خلصنا اول حاجه، اول طلب. تاني طلب عندك فلوت نمبر، فلوت. تمام، وهتكتب اسم المتغير. طبعا لازم يعني تغير في اسمه، فهتبقى فلوت نمبر
هو مثلا هيساوي ايكوال مثلا 1599. تمام. تمام. علشان تكتب رقم فلوت يبقى السنتكس كالتالي عندك: تكتب فلوت وبعدين اسم الفاريبل. تمام. بعد كده لما بتساويه بتكتب الرقم وفي النهايه بتكتب اف. الاف دي معناها ايه؟ ان هو ده فلوت، خلي بالك بتعرف في اللغه ان ده رقم فلوت. تمام. طلب التالت يا شباب هم عايزين كاركتر. تمام، فاحنا هندخل كاركتر اهي. طبعا انتوا عارفين السنتكس بتاع كتابه الكاركتر. نكتب كاركتر كده مسافه، اسم المتغير هنسميه مثلا كاركتر يعني ليتر، يعني حرف. تمام. فانت هتكتب مثلا لتر. تمام. ايكوال مثلا حرف الايه. طبعا انتوا عارفين ان الكاركتر بتتحط في سنجل كوتيشن مش دبل كوتيشن، ما تنسوش النقطه دي. تمام. عندك المطلب الرابع هو عايز رقم بوليان او بوليان، معلش مش رقم. بوليان، وليكن مثلا نسميه بوليان نمبر. تمام. بوليان نمبر ايه؟ بوليان ليتر مثلا. ليتر، اي اسامي. تمام. تكتب مثلا true. تمام. والاخير اللي هو السترينج. سترينج ما تنسوش ان الاس كابيتال، اس كابيتال. والسترينج مثلا هنسميه تكست مثلا. تكست ايكوال دبل كوتيشن طبعا. string في دبل كوتيشن، ما تنساش القفله بتاعت كل فاريبل. تمام. string مثلا هنكتب مثلا عبد الرحمن. تمام. كده عملنا الفاريبلز كلها اللي احنا عايزينها. دلوقتي عايز تعمل لك ايه؟ عايز تعمل لك برنت. دلوقتي عايزين نطبعها. هطبعها ازاي؟ طبعا طريقه تقليديه احنا كده كده عارفينها، وانا شرحتها لكم اصلا، اللي هي system دوت اوت دوت برنت لاين. تمام. وبما انها variables فبالتالي انت بتستدعيهم من غير اي دبل كوتيشن. اهو number. تمام. خلينا ناخد دي كده كنترول سي. عندك كام حاجة؟ عندك واحد اتنين تلاتة وأربعة. عندك الواحد، عندك الاتنين، عندك التلاتة، عندك أربعة. تمام. نعمل كده alt. تمام. نعمل هنا root number letter boolean letter text. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل ران للكود زي الفل. 15 الرقم الانتجر، 15 99 الرقم الفلوت. عندك الايه الليتر، بعدين عندك true or false اللي هو البوليان، وعندك هنا السترينج اللي هو عبد الرحمن. تمام كده. تمام يا شباب، ان شاء الله يكون كل الاكزامبلز اللي فاتت مفهوم، واللي مش فاهم حاجه يكتب لي في التعليقات، وان شاء الله هشرحها لكم في بدايه المحاضره الجايه. تمام. تمام. نخش دلوقتي على فكره تانية او فكره جديده. تمام. عايزين دلوقتي نعمل ايه؟ نجمع كلمه جنب الفاريبل. يعني مثلا آه اسمك. تمام. والبرنت بتاعه يتكتب مثلا يور نيم از، والاسم جنبه، الاسم اللي انت دخلته في الانبوتس. تمام. تمام. دلوقتي وليكن مثلا عايزين ندخل اسم، وليكن مثلا
آه، احمد، خلينا ماشيين على احمد. نسجلها في variable اسمه name مثلا، وبعد كده نعمل لها print، والاوتبوت يطلع، ثواني بدل كلمة print دي، عايزين الاوتبوت يطلع مثلا hello احمد. هنعمل الحركة دي ازاي؟ بسم الله. عايزين طبعا الكود ده يطلع في سطر واحد، عشان ممكن واحد يجي مثلا يقول لي طب ما نعمل اتنين بيرنت تحت بعض. يعني وليكن مثلا عندك الطريقة دي اهي، اللي هي system.out.print بس مش print line. تمام. system.out.print، وبتدخل مثلا hello زي ما احنا ما كاتبين هنا. تاخد كده نفس السطر ده، كنترول في احمد. تمام. ران كود، هتلاقي عمل حلو احمد. وعلى المسافة مش مشكلة، المسافة اهي، ران كود هيلو احمد. دي طريقة، بس دي طريقة بدائية. ليه؟ لأن أنت عندك كده، يعني مثلا لو عندك عدد كبير من اليوزرز، تمام، وبعدين مش دي الطريقة اللي أنا عايزها أصلا. يعني أنا هنا طالب منك إن أنت تعمل variable اسمه name، تمام، تدخل جواه اسم أحمد، وتطلع هيلو جنبها اسم الفاريبل. فبالتالي هنشيل طبعا الهجس اللي اتحصل ده، تمام، وهنعمل اللي أنا عايزه. دلوقتي عايزين نعمل variable ندخل فيه اسم ونسميه name. أولا الاسم بيتكتب إزاي؟ string اهي، تمام، وهنسميه الفاريبل name، هيبقى equal احمد زي ما انا كاتب احمد. تمام قوي كده، تمام قوي. عايزك تكتب ايه بقى ورايا؟ print line، تمام، دبل كوتيشن. هتكتب جوه الدبل كوتيشن ايه؟ هتكتب جوه الدبل كوتيشن الكلمه اللي انت عايزها تظهر جنب الفاريبل، اللي هي ايه هي؟ هي وليكن مثلا hello hello. تمام. عشان تظهر الاسم جنب الكلمه دي هتعمل ايه؟ اولا ادي مسافه هنا عشان تظهر بس بشكل شيك، تمام، وهتدي برضو مسافه هنا، ونعمل زائد، وتكتب اسم الفاريبل. تعالى كده نجرب اهو، هيلو احمد. لا تعب ولا كتبت اتنين برنت ولا اي حاجه من دي. اهو شايف الموضوع اصلا اختصر معانا عدد سطور كمان. تمام. نعيدها تاني. تعملها ازاي؟ تفتح برنتايه، هتفتح فاريبل معلش، تكتب جواه الاسم اللي انت عايزه. بعد ما تفتح الفاريبل هتعمل برنتايه اللي هي بسيستم دوت اوت دوت برنت لاين. تمام. والمعلومات كويس يا شباب، الفرق ما بين برنت عاديه وبرنت لاين ان البرنت لاين بتدي سطر بعد كل حاجه، لكن برنت العاديه بتطبع لك كله في نفس السطر. فاحنا معظم الوقت هتلاقي نفسنا بنستخدم اصلا برنت لاين، فكك من برنت خالص. تمام. عندك هنا بعد ما بتفتح البرنتايه، دبل كوتيشن، تكتب الكلمه اللي انت عايزها تظهر جنب الفاريبل، تعمل بلس الفاريبل. في اي مشاكل؟ ان شاء الله ما يبقاش في اي مشاكل. طب دلوقتي مثلا لو انا عندي رقمين، يعني نعمل اسم الاول برنت لاين، وندي نشد سطر كده عشان ما تلخبطوش في الاوتبوت. دلوقتي لو عندنا رقمين وعايزين نجمعهم، وليكن مثلا عندك الانتجر ب A مثلا، تمام، والرقم مثلا A ده ب10، وانتجر لرقم تاني مثلا اسمه B، مثلا قيمته ب20 مثلا. عايز دلوقتي اجمع A و B، هتعملها ازاي؟ بسيطة جدا، الوضع مش مستاهل اي يعني، بص، مفيش اي تعب ان شاء الله، والدنيا تمام قوي. وهديلكم مثلا برضو اكبر من الارقام ده، لان في حاجات اكبر من كده دلوقتي هنعملها.
هتعمل سيستم دوت لاين دوت برنت سيستم دوت اوت دوت برنت لاين، وهتكتب فيها A بلس B بس. نعمل رن للكود، هيطلع معاك 30. مفيش اي مشاكل. اخد السطر ده كده عشان احطه تحت B. تمام تمام. دلوقتي في مثل اكبر برضو عايز اديهولكوا. المثل ده عبارة عن دلوقتي انا عايزك تعمل two variables. الفاريبل الاول اسمه مثلا first name، وتدخل فيه القيمة بتاعته. تمام. variable اسمه first name وتدخل فيها القيمة بتاعته. تمام. وليكن مثلا الاسم اللي هنستخدمه هنا مثلا احمد، برضو خلينا احمد. وعايزين نعمل برضو واحد تاني اسمه last name. وليكن مثلا last name يبقى احمد محمد مثلا. تمام. وكل يعني first name variable و last name variable تاني، وعايز الاوتبوت بتاعهم اللي هو الاوتبوت بتاعهم يطلع احمد محمد. لو فهمت المثل اللي فوق ده هتفهم ازاي دي هتتعمل. عايزكم توقفوا الفيديو، تروحوا تجربوها لوحدكم على الفيجوال ستوديو كود، وترجعوا تشغلوا الفيديو تاني. لو ما عرفتش مفيش اي مشاكل خالص، عادي جدا، احنا بنتعلم. لو عرفت شاطر وجدع وزي الفل، واللي ما عرفش برضه شاطر، ما تقلقوش. تمام. دلوقتي نمشي خطوه خطوه مع السؤال. اعمل فاريبل اسمه first name والقيمه بتاعته احمد. تمام. نعمل فاريبل طبعا قيمه string. تمام. ونسميه first name وهنحط القيمه بتاعته احمد والقفله بتاعتنا. ونعمل string تاني. تمام. اسمه last name والقيمة بتاعته تبقى محمد. تمام أوي كده. كده عملنا ايه؟ نفس ما انا مطالب بالظبط في السؤال عندك. first name، نعمل variable اسمه first name ونسميه والقيمة بتاعته أحمد، ونعمل variable تاني اسمه last name والقيمة بتاعته محمد. عايزين دلوقتي نجمع الاتنين على بعض. هنعمل ايه؟ اكيد مش هنعمل برنتايه دي لوحدها وبرنتايه اللي دي لوحدها والحمد لله والشكر لله كده. يعني مثلا ممكن الاقي حد جاي يعمل كده يقول لي مثلا اهو. تمام. انت مش عايز نطلع احمد جنب محمد؟ سهله جدا. او نعمل كده برنت. تمام. ناخد دي نفسها كده كنترول سي، نحطها هنا كنترول في. تمام. ونكتب هنا مثلا اهو فيرست نيم ولاست نيم وكده. انا عملت اللي عليا بالزياده وطلع احمد محمد، ويا سيدي لو على المسافه اهي احمد محمد. اللي انت عملته ده اسمه هجص. تعمل كده وتعمل ديليت. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنستخدم نفس المثل اللي احنا عملناه فوق في الارقام لما جمعنا 10 على 20 وطلع لك ال 30. عملت ايه؟ عملت system دوت اوت دوت برنت لاين system دوت اوت دوت برنت لاين. وببساطة هتدخل اسم اول variable زائد اسم تاني variable ورن للكود احمد محمد. ووفرت معاك عدد سطور جميل قوي. نعيدها تاني. عملت دلوقتي variable اسمه first name القيمة بتاعته أحمد اهيت. variable اسمه first name، طبعا قيمة طبعا نوع string طبعا لأن ده. تمام. لأن ده أسامي، فبالتالي بيبقى القيمة بتاعته string. ودخلت الفيرست نيم اللي هو أحمد.
عملت variable تاني اسمه last name ودخلت القيمة بتاعته اللي هي اسمها محمد. بعد كده عملت برنتاية جميلة. تمام. جمعت عليهم الفيرست نيم واللاست نيم، القيمة بتاعت الفاريبل الأول اللي اسمه فيرست نيم زائد القيمة بتاعت الفاريبل التاني اللي اسمها لاست نيم. طلع لي معايا الاوتبوت احمد محمد. دلوقتي يا شباب في مثل تاني كده بسيط. لو عندنا اكتر من رقم، او عندنا معلش اكتر من متغير عايز تدخله نفس القيمه. تمام. دلوقتي مثلا عندك طبعا احنا عرفنا موضوع الجمع ده. يعني انا مثلا لو اديت لك اكس بخمسة واي بستة زد بخمسين وقلت لك اطبع لي القيمه النهائيه بتاعتهم، هتعمل ايه؟ في اختصار برضو في الستور. انا مثلا دلوقتي مديك برضه اديها لكم بسرعة كده. عندك الاكس قلنا بكام؟ الاكس بخمسة، والواي بستة، والزد بخمسين. تمام. تمام. دلوقتي عايزك تطبع لي اكس زائد واي زائد زد وتعرفهم لي. لازم طبعا، ما انت لازم تعرف ان الاكس بكذا والواي بكذا والزد بكذا. هتيجي تعمل ازاي؟ ما تقوليش هتيجي تعمل كده لكل واحدة فيهم. يعني هتيجي تعمل انت اكس يساوي خمسة، وانت تانية لل واي تساوي ستة ده اسمه هجس وتزويد سطور على الفاضي. انت ممكن تختصر الموضوع ده في حاجة بسيطة جدا. مسح السطر ده. تدخل عادي الانتجر يعني نوعهم اللي هو هتبقى انتجر اللي هو انت، وتدخل قيمة الاكس اللي هي بخمسة فاصلة، وتدخل قيمة الواي اللي هي بستة، وبعدين فاصلة، وتدخل قيمة الزد اللي هي بخمسين، وتقفلهم في الآخر. زي الفل كده انت اختصرت سطور. وطبعا انتوا عارفين الجمع بتتعمل ازاي، اللي هي اكس زائد واي زائد زد، ونعمل ران للكود طلع لك 61. تمام كده. تمام كده. طب دلوقتي انا لو عندي متغير واحد. تمام. خلينا نشد سطر كده. دلوقتي انا لو عندي متغير واحد مثلا وليكن مثلا اسمه اكس. انا عايز الاكس تساوي الواي تساوي الزد بنفس القيمة اللي هي وليكن مثلا 50. دي هتتعمل ازاي؟ هتعرف اولا المتغيرات اللي هي عندك اكس وواي وزد. طبعا هيعمل معاك مشكلة عشان الاكس واي وزد. كده احنا عرفنا الثلاث متغيرات. تمام. تنزل تحت التعريف هتعمل اكس واحد ايكوال واي واحد ايكوال زد واحد، كل دولت ايكوال 50. بسيطة اهي. بسيطة اهي وزي الفل. تمام. عايزين نعمل لهم برنت. تمام. انت دلوقتي لو عملت لها برنت لاين، عملت اكس واحد اهو طلع معاك ب50. هتكتب واي واحد، نفس النتيجة هتطلع معاك 50. ولو حصل وجيت جمعتهم على بعض هيطلع لك 150. تمام. ده كده اكس بلس واي واحد بلس زد واحد يطلع لك 150. 150. دلوقتي يا شباب في شوية بس حاجات لازم تعرفوها مهمة. نظري هي مش عملي. All Java variables must be identify with unique names. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم كل variable يكون متعرف ان هو يكون unique names، ان هو يكون يعني له اسم يعني unique اللي هو يعني مختلف عن التاني. تمام. آه This unique name are called identifiers. يعني اليونيك نيم ده بيتسمى بان هو identifiers. دلوقتي عايزين نعرف الحاجات اللي ما ينفعش تبقى موجودة في الفاريبل نيم.
او الرول بتاعت اللي انت تسمي variable. يعني ان ينفع الاسم يبقى underscore او digits او letters او في دولار ساين عادي. names must begin with a letter. يعني لازم يبقى باسم او بحروف، معلش. تمام. names should start with a lowest lower case. يعني ايه الكلام دوت؟ ان هو لازم يكون الاسم بتاع الفاريبل يبتدي بلور كيس، يعني حرف صغير زي ما انتم شايفين هنا كده. الفاريبل ده اسمه minutes per hour، واول حرف اهو عندك الام سمول. الكلام ده اصلا انا قلته لكم من ضمن الشرح. تمام. يعني ممكن الاسم يبتدي بعلامة دولار ساين او اندرسكور عادي جدا. يعني بتكون الحروف فيه متناسبة مع بعض. يعني زي ما انا ما قلت لكم مثلا minutes per hour، اهو شايف عندك ال E capital وال H capital. يعني عندك ال الكلمات المحجوزة في الجافا ما ينفعش ان هي تستخدم كاسم للفاريبل. بص يا شباب، في موضوع هنا عايز افهمها لكم في الحتة دي. دلوقتي الكود ده هتستغرب انت ان هو هنا حاطط ارقام inputs، وطلعت معاه في الاوتبوت حروف A و B و C. تسألني ليه طلع A و B و C؟ النظام ده عبارة عن ايه؟ ان هو بيبدل لك رقم معين بحرف. يعني ايه هنا؟ طلع ال 65 بإيه؟ وطلع ال 66 بB، 67 بC. كل رقم وله حرف معين. يعني انت عندك هنا رقم ال 65 بيساوي B، بيساوي ايه؟ معلش ايه؟ بيساوي ايه؟ وعندك 66 بيساوي B، وعندك ال67 بتساوي C. وده نظام الارقام اللي انا بقول لكم عليه. فهو هنا عشان يطلع معاه الشكل ده عمل ايه بكل بساطه؟ عرفها ان هي كاركتر. فبالتالي لغه الجافا لوحدها بتعرف انت كده تقصد ان انا مدل الرقم دوت بالقيمه بتاعته، القيمه الكاركتر بتاعته. تمام كده يا شباب؟ تمام. كده نكون خلصنا المحاضره الاولى. ان شاء الله تكون كل حاجه مفهومه معاكم. لو في نقطه معينه عايزين تفهموها ولا حاجه، ابقوا اكتبوا لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هبتدي بيها الفيديو الجاي. شكرا.